السيد الوزير، بغينا نشكركم على هذا الشيء اللي جيتوا به. غير هو السيد الوزير، هذه عامين ونص وحنا كنتصنتوا لهذه الخطابات، ولحد الان راه باقي ما لمسنا والو. الفلاح الصغير باقي ما لمس والو. الفلاح الكبير استافد، ولكن الفلاح الصغير باقي ما لمس والو. الفلاح الصغير راه مديون وكيجوا الانذارات حتى للديور وكيهددوهم بالسجن، لان القرض الفلاحي مازال كيتسالهم ديون، وكتبنا لهم رسائل غير باش ينقصوا لهم ديك لي زانتيري باش يخلصوا اصل الدين، ومحبوسين حتى من القروض الجديده. هذا الشيء السيد الوزير راه واقع، خص الفلاح يسمع هذه الهضره، لان هذه الهضره واقع. ما الهضره ديال الخطابات اننا نقولوا العام زين، كنا نقولوا العام زين بلا ما نجيو هنايا نقولوها في الاذاعات في المنابر. سيد الوزير، احنا كنطلبوا منك باش تدخل القرض الفلاحي انه هاد لي زانتيري تنقص ويخلصوا الناس اصل الدين وتعطاهم ديون جديده، لان الفلاح راه ما يمكنش هذه مديون هذه 4 سنين ولا 5 سنين ولحد الان باقي ما كيستافدش. هذا مطلب. المواد الفلاحيه السيد الوزير، لا الاسمده ولا الادويه ولا البذور ولا الغازوال. شكرا. الغازوال غادي. شكرا. انتهى الوقت. نمر الى التعقيبات الاضافيه في الموضوع. اجراءات. والسيد النائب المحترم، وانا كنعرفوا في الصيد البحري يمكن ما كيفهم اكثر من الصيد البحري. السيد النائب المحترم، ماشي خطابات، هذا الواقع. كنهضروا على الواقع، وربما الفلاحه راني كنعرفهم احسن منك، لان الواقع هذا ماشي الخطابات ديال التلفزيون، هذا الواقع. دونك اسمح لي، دونك كاين هذا الشيء ديال الدعم. غادي تخرج منها الا بغيت تشري لازوت غادي تمشي تشريه بالثمن اللي قلت لك، يعني راه ما فيهش. دونك شكرا سيد رئيس. شكرا سيد الوزير. نمر الى سؤال موالي، وسؤال عن برنامج المستثمر القروي للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للاحرار. ما فيها باس سي عبد الله، ما فيها باس. لا بدا. تفضل سي عبد الله، قبل نشوفوا نقطه النظام. تفضل سيد الرئيس. غير النظام الداخلي صحيح متعلق باعضاء مجلس النواب، وكاين القانون التنظيمي لاشغال الحكومه كيتعلق بالحكومه، وكاين الدستور فوق منهم اللي كيتكلم على التعاون، ولكن في اطار الاحترام. الحكومه تعرف اكثر من النواب، ما عندنا اشكال حيت هي عندها المعطيات، ولكن الطريقه باش قال السيد الوزير اللي كنحترموه كنقدروه، لانه جا عطى معطيات مهمه، وكنقولوا لنا كنعرف اكثر منك. بهذه الطريقه هذه لا يجوز ان تكون في مجلس النواب، لان حنا اللي كنراقبوا الحكومه. شكرا سيد النائب. شكرا.